قدرنا ان احنا نكسب ثالث مباراه في الدوري ضد نادي مودرن سبورت، اللي بصراحه قدم مباراه النهارده عظيمه جدا. وخلينا نخش في الموضوع على طول. ادائنا في اول ربع ساعه كان ممتاز بشكل كبير جدا. قدرت ان انت تضغط بشكل كبير على دفاع مودرن سبورت، وقدرت ان انت تغلطهم كتير قوي. قدرت تخطف جول في اول ربع ساعه، وهي دي الفكره، ان انت تقدر ان انت تضغط وتبقى ضغطك ده بيبقى ايجابي، واللي انت تسجل في اول ربع ساعه. والحقيقه النهارده يانيك فيريرا ما الفش اللي احنا كنا عايزينه، اتنفذ بالحرف الواحد، وهي في بدايه التشكيل. فكره ان انت خلاص تلعب بمحمد شحاته قدامهم عبد الله السعيد وناصر ماهر، وتلعب بقى خلاص ادم سوري مش ادم كاي، خوان الفينا يمين، شوكوبينزا شمال، عدالي الدباخ، مهاجم صريح. وده الناتج من عدم التأليف، او ليك تبدأ بتشكيلة صح. اللي انت خلاص لعبتك، انت مختار افضل لعيبة ليك في كل مركز. ومذاكر الماتش كويس من اول ربع ساعة. ان انت ده نازل ضاغط كويس جدا، وقدرت ان انت تسجل جول. اخوان الفينا ممتاز ممتاز قوي. ولكن الفكرة ان لازم يهدى شوية. باين قوي من الماتش اللي فات بتاع المقاولين، لما رقص ترقيصه وقام راح يشوط الجول وقعد يعمل كده. نوعيات اللعيبه اللي زي دي بتتفهم على فكره، انا بفهمها. يعني النهارده برضو قبل الجول اللي دخله على طول الترقيصه اللي عملها، وبرضو اما حمس الجمهور وقعد. مش وحش ان انت تبقى لعيب حماسي، او اللي انت بتعرف تلعب تحت ضغط الجمهور. بتبقى بتعرف تلعب اكتر بشكل كبير. والجمهور شغال وبيحييك. ولكن اول 12 دقيقه اول جول ليك، عارف فرحتك ان انت بتلعب في الزمالك، واول جول مساهمه تهديفيه ليك مع الزمالك، ما كانش ينفع ابدا ان انت تقلع التيشيرت. وبعدين الجول مش جاي في وقت متاخر فعشان تقلع التيشيرت، لا ده كان بالظبط هي 11 وكذا ثانيه، يعني في الدقيقه 12. فنفترض بقى، والحكم النهارده حدث ولا حرج، تحس ان هو فاتح اوبشن الانذارات ده معانا احنا بس. كل كره انذار، كل كره انذار، كل كره انذار. ما تفهمش برضه الحكم كمله النهارده في الانذارات، وفي كور كتير برضو في فاولات. ما تفهمش برضو. يعني عايز اقول للحكام المصريين، هي او مش عشان يا حبيبي انت تسيب التحامات او تسيب تدخل جامد وتكمل لعب، انت كده مش حكم في الدوري الانجليزي يعني. يعني انت كده مش، احنا اي نعم مش بنلعب سله عشان كل لمسه تتحسب. ولكن في تدخلات بتبقى واضحه جدا ان هي فاول. زائد زي ما قلت لك الانذارات الكتير قوي اللي اتاخدت. بعد اول ربع ساعه ابتدى الزمالك يرجع بقى، لان احنا خلاص مش هينفع نكمل ال 90 دقيقه او 45 دقيقه ضغط كامل. الزمالك ابتدى يرجع وابتدى يستقبل اللعب. ما كانش فيه خطوره كبيره من مودرن سبورت غير الكورنرات. الحقيقه ان هم مجدي عبد العاطي شغال معاهم في حوار الضربات الثابته ده بشكل ممتاز. كويس، بقول لك بشكل ممتاز. ولكن برضو انت كنت محافظ على الدنيا. الشوط الثاني بدايته ولا احسن. انت كنت في ايدك، في اعتقادي ان انت كنت برضه هتبدا بدايه الشوط الاولاني عادي وهتهاجم اول ربع ساعه. ولكن جون شيكوبينزا اللي في الدقيقه الثالثه من الشوط الثاني هو فادك بشكل كبير جدا. خلاك برضه بعد ما دخلت الجون انت بترجع تستقبل اللعب. فكره شيكوبينزا، لو حد لاحظ دخل الجون من ناحيه اليمين. هي مشكله انا مشكلتي مع شيكوبينزا هي فكره ان انت بتتطرف قوي، او بتشتغل على اللاين قوي. جرب ان انت تخش جوه. فعلا لما دخل جوه ناحيه اليمين قدر ان هو يشوط شوطه قويه فعلا، وممكن تكون غلطه ابو جبل. ولكن في الاول في الاخر اتصرف شوكوبينسا فيها تصرف صحيح بمساعده خوان الفينا. بعد كده برضو انت رجعت تستقبل لعب، وهنا بقى كانت المشكله. يعني الزمالك بعد الدقيقه 50 كده خلاص ابتدينا بقى نستقبل لعب بشكل كبير جدا، ولكن كنا بنشتغل على المرتدات بشكل كويس. محمد صبحي قدر ان هو يلعب واحده كويسه جدا لناصر ماهر. ولكن كعاده الزمالك ما ينفعش اخلص الماتش. يعني انا ناصر ماهر النهارده واحد من اسوأ اللعيبه. انا النهارده لو كنت اتعادلت او كنت خسرت كان هيبقى بسبب ناصر ماهر. لان الكوره الانفراد اللي ضاع دي، الهجمه المرتده اللي لعبها له صبحي مره واحده، والانفراد اللي ضاع ده كان ممكن يذبح ناصر ماهر النهارده لو كنا اتعادلنا او خسرنا. لان خوان الفينا كان متاح، والكوره تتصرف فيها احسن من كده بكتير. يعني انت لو عايز تشوط مش لازم بصبع رجلك الكبير عشان الكوره تلف من عند المحيط الهادي وتخش الجول خالص. يعني كنت ممكن تتصرف
تصرف احسن من كده بكتير. زي ما قلت لك لو جيت شفت الجون تاني، وانا 2000 كان متاح. يعني انت لو كنت بصيت للكرة بسن جزمتك كده اتعشت خلاص. 3-0 الدنيا بقى تهدى وخلاص، المدرب لو عايز ينزل حد عشان يشوفه كان الموضوع خلص. ولكن سبحان الله الكرة بتضيع من هنا وبتستقبل جون من هنا، برضو من عن طريق ضربات الثابته. اي نعم اللمسه بتاعت الونش اللي اتحسبت اون جول على الونش، ولكن محمد صبحي، مش عايز ابقى متحامل على محمد صبحي اللي شال كرة ممتازه جدا بعديها على طول، ولولا كان ممكن الماتش يخلص 2-2. ولكن الكرة بتاعت محمد صبحي، معاك برضو ان مسافه الونش قريبه، ولكن الكرة جت في نص الجول. محمد صبحي قدر ان هو يطلع الكرة بايد، ولكن قامت خابطه في ايده الثانيه وقامت داخله. ما ينفعش كور زي دي تخش. محمد صبحي اللي بيلعبه اساسي، على الكلام اللي طالع من جوه الجهاز الفني ان هو بيقدر ان هو يلعب برجليه كويس بحاجات وحاجات. محمد صبحي النهارده لما دخل فينا الجون الاولاني خلاص ابتدى الموضوع يفلت منه على حوار رجليه ده. ابتدى برضو يعني حوار الطلوع بالكوره النهارده بعد خلاص، يعني في الدقيقه 70 كده في اخر الشوط الثاني كان الحوار، مع ان انت كنت بتنجح ان انت تطلع بالكوره، ولكن الفوره كانت بموت. يعني الكوره اللي هتعدي منك هتبقى بفوره وموته. بس في الاول في الاخر انت قدمت مباراه كويسه. عكس ماتش المقاولين. ماتش المقاولين انت ما رحتش خالص، لكن ماتش النهارده احنا رحنا كتير قوي. رحنا كتير قوي، كان ادائنا كان كويس. النهارده ادم كايد لما نزل برضه لعبه جناح، وادم كايد مش عارف يتمركز في الجناح بشكل كبير جدا. عايزين نشوف ادم كايد 8. انا كانت وجهة نظري لما شفت ناصر ماهر النهارده، مش عارف حتى انت قول لي في الكومنتات اداء ناصر ماهر بالنسبه لك كان عجبك الماتش ده ولا لا؟ كنت شايف ان انت كنت تقدر ان انت تسحب ناصر ماهر وتنزل مكانه ادم كايو؟ احمد شريف الراجل لما نزل قدم اداء الى حد ما جيد، ولكن في الاول في الاخر الراجل اصلا ما نزلش في مركزه، نزل ناحيه اليمين، ولا على عدلته ولا مركزه ولا عمره جربها حتى مع فاركو. صلاح مصدق اللي خلاص الراجل ابتدى يعتمد عليه في حوار ان هو ينزل ارتكاز مش مدافع. وبكذا كورة اللي نزل فيهم كان كويس. مين تاني نزل؟ ناصر منسي لسه مش ناصر منسي اللي احنا عارفينه بتاع الموسم اللي فات خالص. خالص مش عارف الفكرة فيها ايه، بس تصرفاته حتى بالكورة ما مش احسن حاجة، وده الدباغ النهارده ما كانش احسن حاجة. مش عارف الفكرة في ايه. انا النهارده كنت محتاج اشوف عمرو ناصر بصراحة، يعني مكان ناصر منسي ما كانش نزل، كان نزل مكانه عمرو ناصر. ولكن استبعاده النهارده ما اداش الفرصه المتاحه لعمرو ناصر ينزل لان هو كان مستبعد. ولكن في اعتقادي ان احنا محتاجين بقى نشوف عمرو ناصر قدام. افضل 3 لعيبه لنادي الزمالك النهارده، رقم واحد كان اخوان الفينا. الراجل ده هيفرق معانا جدا، ولكن زي ما قلت لك في اول الفيديو محتاج ان هو يهدى كده، ومش كل كره حماس حماس حماس، ما تبقاش جراي برده كتير قوي، لان هو خلاص جه على الشوط الثاني وتعب، ما كانش قادر ان هو يعمل حاجه، وكان خير موفق على فكره ان هو يعني ليك فيريرا يسحبه. رقم 2 كان ممتاز برضو النهارده محمود بنتاي، اللي بان عليه الاجهاد على فكره، ولكن النهارده كان كويس جدا. رقم 3 ممكن نحط آه، رقم 3 ممكن نحط شوكوبينز، بما ان هو دخل هدف يعتبر هدف الفوز، الهدف الثاني. كان الى حد ما برضه كويس، احسن من ماتش سيراميكا، لكن محتاج ان هو يشتغل على الدريبلينج بتاعه بالكرة احسن من كده ويخش لقلب الملعب. 3 لعيبه، اسوأ 3 لعيبه في اعتقادي الشخصي ناصر ماهر رقم واحد عن جدارة واستحقاق. أه بصراحة عشان ما نظلمش حد، ما فيش يعني، ممكن عداد الدباغ برضه كان وحش، ممكن يكونوا هما الاتنين دول بس عشان ما نظلمش حد بصراحة. حتى دونجا لما نزل اقول لك دونجا لما نزل كان كويس، كان كويس. وهي دي حته دونجا، ممكن تنزله في اخر ربع ساعه تلعب بيه جنب محمد شحاته، تزود محمد شحاته تعب زي النهارده كده، قررت ان انت تسحبه عشان تريحه. دونجا كويس في الحته دي اللي هو ينزل اخر نص ساعه ربع ساعه. زي ما قلت لك ان هم اسوأ لاعبين، وناصر ماهر عن جداره واستحقاق بصراحه، و... وعداد دباغ، بس عشان ما نظلمش حد تاني. عندنا الماتش الجاي ضد فاركو في نفس استاد هيئه قناه السويس. بنتمنى احنا كده مركز اول. وعندنا قبل التوقف الدولي الاهلي وبيراميدز هيدبوا في بعض تاني، فاكيد واحد منهم هيقع.
فانت بتعرف ان انت تفرق في الفتره دي. مبروك الفوز، مبروك الثلاث نقط علينا. انتصار بيديك الصداره. مستنيين شغل احسن من كده من يانيك فريرا، مستنيين شغل احسن من كده من اللعيبه. في الاول في الاخر بتمنى ان انا اكون كده قلت لك كل حاجه عن ماتش النهارده. ومبروك الفوز. ما تنساش تدعمني باللايك والشير والسبسكرايب.